Good morning everyone. يعني صراحة أنت لا بتابعة على please. الحضارة والتراديشن تبع انجلش بيبل أكثر منهم. عن ما جد حدا لابسات غيرك اليوم. عن جد. Look at this style please. English. لحظة صمت ولحظة سكوت على الستايل. لا وشوفوا كيف حتى الكلمة يعني هيدي خيفانة على السرقة، بده يسرق بده يقطش لي رقبتي ليسرقها. Where are you going, Ragida? I cannot walk, you know, I'm sick. Please understand me. هاي كسروا اجري قد ما عم بمشي. You need to learn the accent, okay? Yeah, I need some time. You know, my accent is mix of Indian. Your accent is the south. You only do the So I need to do also that. You sing big. No, I think I have the accent. My dear, because you are wearing this style, I'm choosing a place that suits the style. Because you look weird. Oh, really? MashaAllah. No, I love you. Now you're saying that I look weird. No, really? you look nice. No. Thank you, We Arida. love the style. What a fucking stylist are you? بتلبسين وبتضحك علي. واو. الصراحة يا بيبي أنا ما بشوف اكستنشناتي غاليين على الكواليتي اللي عم تاخديها من نوع شعر طبيعي ما ببين انك حتى اكستنشنز. شوفوا جمال الشعر. إذا بدك تاخدي كواليتي بدك تاخدي لوك حلو مرتب ما يبين فيك، لوك طبيعي شعر طبيعي، فبدك تدفع. بدك تاخدي رخيص، شي رخيص يبين فيك يبين مثل الدنب مقلعت مثل الجردون اكستنشن، اكيد بتروحي للرخيص. بدك شي مرتب بدك تدفعي حق يا بيبي. في رخيص في غالي انت بتختاري، بس الكواليتي اللي انا حاعطيك اياها بس يوصل عندك شعر وتشوفي الكواليتي وتحطيه على راسك وتشوفي كيف حيغير اللوك تبعك، حتقولي فعلا انه سعره فيه ورخيص. بنات اذا جايين على لندن ولا انتم بلندن وبدكم حدا يحجز لكم بالمطاعم تتواصلوا مع زيدان. دايما انا بس كون بلندن بتعامل معه بالحجوزات بالمطاعم بلندن. And then they're skinned alive. This is what Louis Vuitton do. They skinned the animal alive. Really? Yeah. But before that, they will be anally and vaginally electrocuted. They are subjected to horrific Wow. treatment. So the fur comes The animals are killed. Aye. So when you buy something from Louis Vuitton, it No. doesn't matter if it's jeans, Only jeans. it doesn't matter. Because you're still giving them your money. I know. From their mothers and the little I'm sorry. That's last time I'll do that. عن جد ما لازم نلبس فرو نقتل الحيوانات. زعلتني هلا هيدي قالت لي كيف بكهربون للحيوانات كرمال ينفوا الشريشه وبعدين بيسحبوا منهم الجلد هن وعايشين. زعلت وحاسه هيك حاسه بالذنب. ما بقى بدي اشتري فرو. You're not tired? Seriously? We've been walking all fucking day. My dear, you are like an old woman and it's very annoying, by the way. Go and remove this dress, please. No. This is... We're going back. I'm sick. Please don't speak. Don't speak like British because you scare me when you speak. No, I don't want to go anywhere. تخيلوا امبارح جبت غراض من ماكس مارا وبعد قصص عم بحطتهم بالخياطة عم بيضبطوا لي اياهم، وانا اليوم ضبيت غراضي وكل شيء وناسيه هولي التياب. هولي قلت لهم انا وصلوا لي اياهم على الاوتيل وبعد في بعضهم بالخياطة اثنيناتهم نسيتهم. هلا اتذكرت قلت وين التياب اللي طلبتهم؟ جبت قصص مش رائعة ما بعدها، يعني واو، حتشوفوا لوك جديد ما شايفينه من قبل علي. كانوا موصلينهم على الاوتيل وهن مش مطلعين لي اياهم على الاوضه. هيدا السؤال اللي بيطرح نفسه.
رجعنا مسافرة على بلد تاني، كمان لازم البس عباية، فطلبت هول العبايات. حبيت فرجيكم اياه هون. شوفوا قديش حلوين، قديش يونيك، شوفوا الخامة، شوفوا اللمعة. باي ذا واي بيعملوا ما بيعملوا عدد كبير، يعني بتلبسي العباية بتحسي حالك مميزة، ما في حدا لابس مثلك العباية. انا كتير الصراحة عجبني التفاصيل. شوفوا الشغل حتى، شوفوا لي جميل العباية. يعني دايما اختياراتي بالعباية بتعقد. طبعا حيكونوا مشاركين بمعرض، هلا بحط لكم كل التفاصيل اذا حابين تروحوا تزوروهم وتشوفوا العبايات ان رياليتي. هلا حفرجيكم كمان الالوان التانية اللي طلبت. طبعا حبيت اطلب قصص هيك كولرفul، يعني شوفوا لون منه كتير قوي بس بنفس الوقت حلو، يعني بتحسوا انه فريش كولر. وهيدي العباية التانية كمان شوفوا اللون. I love this one. الالوان الجرين، ميكسينج اوف جرينز اللي انا بعشقهم بعباية. ورح طبعا بعدين حاعملها ستايلينج، بس قطعة مميزة، ما تقولوا قطعة حلوة، قطعة يونيك. هيدا اللي بيتميزوا فيهم، انه ما بتلاقوا عندهم قطع عادية. بتطلعوا جمال العباية. انا هيدي العباية عادي البسها باي ذا واي مع جينز، مع توب بيضة. يعني العباية صار فيكم تعملوا ستايلينج، مش دايما يلبس تحت دريس. شوفوا شو حلو. بعرف حتى نغرموا بالستايل. بعدين ما تقولوا لي يا يومي من شو وين لابسه العباية، لأن ما حق لكم، لأنه ما كنتوا مركزين معي. شوفوا الجمال، شوفوا جمال العباية بليز. شوفوا اللمعة، شوفوا الحلوة قديش خفيفة بنفس الوقت ستايلينج. يعني ما عم تلبسوا شي ستاندرد، عم تلبسوا شي يونيك، ومش كل الناس لابسه مثله. لا، انت بتكوني مميزه باختيارك للعباية. مش يعني بيعملوا 2-3 بيسز ماكسيموم، بيعملوا لكم اياها حسب سايز تبعكم، يعني بتفصلوها كيف ما بدكم. ما شفت الاكسنت تبعيتي هلا انا عم بعمل تشيك اوت. شو what did you use from the mini bar؟ شو بدك ردي عليه انا؟ yeah I did. هو انا I didn't، بس انه هيك بس بدي اجرب كيف بدي اقولها. قال لي قلت له water. لا كيف قلت له يا؟ قلت له يا قلت له يا water. اوكي only يا water. هو قال شو بها هيدا علقت. عم جرب صوتي. تخيلوا نايمة باللينسز وانا ماني حاسة. يعني اوكي I know it's my brand، حتقولوا اكيد هي عم ترفع انه بدها تعزز من البراند تبعها، بس وحياة الله انه اكتر عدسات بتلبسوها كل نهار ما بتحسوا لابسين عدسات. نمت فيها مش حاسه اصلا في لنسز بعيني. تخيل هالقد مريحه للعين. يعني يومي كيومي عندي 1400 مشكله بعيني، مستحيل اقدر البس لنسز غير ماي براند، لانه عملتها بطريقه للناس اللي بيعانوا بمشاكل بعيونهم، من جفاف، من حساسيه، اللي بتتحرك اللنسز بعينهم. all you need is Yumi lenses. عن جد، مش لانه it's my brand. شو قلت لك سوا ما قلت لك قايمه من اللنسز نايمه فيها مش حاسه. اليوم حفرجيكم our sweet for the upcoming days. الريحة هلا فرجيكم الفيو. واو. our room. صراحة أنا بحب الأوتيل اللي فيه خشب. هلا فرجيكم تحت الريسبشن. شوفوا، حبيت الانتيريور. اتس نيو اوتيل، وهيك الفايب تبعه كتير حلو. Dreams come true.
you talk to me. Yes, you got me moaning sweet and low. Pistachio 2. Pistachio? Yep. And this one. First? Yep. 2. And one more. One more. Mango. This one? Yes. This is cinnamon, not mango. Cinnamon? Is that okay? No. Give me one more pistachio. فيني أخبركم شو صار؟ نسيت أخبركم القصة، في عندي 3 أخبار نسيت أخبركم إياها. بليز بدي إياكم تركزوا معي لتعرفوا